يعني ركعتين تصليهما في هذه الأيام أفضل عند الله من ركعتين في غيرها من الأيام. تسبيحة واحدة أن تقول سبحان الله في هذه الأيام أفضل عند الله من تسبيحة في غير هذه الأيام. درهم تتصدق به في هذه الأيام أعظم عند الله عز وجل من درهم تتصدق به في غير هذه الأيام. ولهذا الأعمال الصالحة كثيرة لا تقف يعني ولا تحصر، ما تحصر. يعني عندكم مثلا يعني صلاة النافلة أكثر من النوافل. أنا لا أتكلم على النوافل المقيدة مثل السنن الرواتب، لا، النوافل المطلقة أكثر من النوافل. كذلك الصيام ولله الحمد، وهو من أجل الأعمال. يصوم الإنسان إما أن يصوم 9 أيام أو يصوم بعض الأيام على أن لا يفوته صيام يوم عرفة، هذا آكد الأيام في مسألة الصيام. كذلك التكبير والإكثار منه، كذلك ذكر الله عز وجل، ختم القرآن. كان كثير من السلف يتقصدون هذه الأيام بختم القرآن، يكثرون من ختم القرآن. كذلك الصدقات مثلا والأعمال الصالحة، زيادة على ما سيكون في أيام العيد وما بعده من نحر الضحايا بالنسبة لغير الحجاج والهدايا بالنسبة للحجاج، وهي من أعظم شعائر الإسلام أيضا في هذه الأيام. ولذلك هذا حقيقة موسم عظيم، وهو هبة من الله سبحانه وتعالى لنا، ينبغي للإنسان أن يستثمره وأن يهتبله فيما يرفعه عند الله سبحانه وتعالى.